السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مستر عبد الله عادل، والنهارده إن شاء الله هنتكلم عن 5 أخطاء في الإنجليزي لازم تعرفها. كل العرب حرفيا كل العرب بيغلطوا فيها ولازم إنك تعرفها. فمن غير كلام كتير صلي على النبي وما تنساش تعمل سبسكرايب في القناة. يلا بينا نخش في الموضوع على طول. نخش في الموضوع. غلطة أغلبنا بيغلطها، وهي لما نيجي نقول أنا موافق. أغلبنا بنقول I am agree يعني بيجيب بعد الفاعل verb to be، وطبعا الكلام ده خطأ. المفروض نشيل verb to be، فبنقول على طول إيه؟ I agree من غير am، يبقى دي الصح. I agree. نخش على اللي بعده. تاني غلطة أغلبنا بيقع فيها، وهي لما نيجي نقول أنا محتاج نصيحة. بنيجي نقول إيه؟ بتلاقي أغلب الناس بيقول لك I need an advice، مع العلم إن كلمة advice دي مش countable، لا هي uncountable، يعني ما ينفعش يجي معاها an. فالصح اللي إحنا نقول I need some advice. جبنا حاجة بتيجي مع ال uncountable اللي هي إيه؟ some، يبقى I need some advice مش I need an advice. نخش على اللي بعده. وثالث غلطة أغلب الناس بتغلط فيها، وهي لما يجوا يقولوا اقفل التلفزيون. بتلاقي أغلب الناس بيقول لك إيه يا معلم؟ بيقول لك close the TV، وطبعا الكلام ده غلط. مفيش حاجة اسمها close the TV، هو مش باب، ده تلفزيون. بنقول يا معلم بنقول turn off the TV مش close the TV. يبقى المرة الجاية لما تقول لأخوك الصغير اقفل التلفزيون هتقول له close the TV ولا turn off the TV؟ turn off the TV. برافو عليك. نخش على اللي بعده. النقطة الرابعة بقى يا صاحبي، وهي لما تيجي تقول لحد أنا عندي أخبار كويسة أو أنا عندي خبر كويس. في أغلب الناس بتقول له I have a good news. بيعملوا نيوز مثلا إيه اللي هي countable، ولكن نيوز uncountable، يعني مش بيجي معاها a ولا an. فبنقول الصح إن إحنا نقول I have good news مش a good news. فهمتها؟ يبقى المرة الجاية لما تيجي تقول لحد أنا عندي أخبار كويسة هتقول له I have good news مش a good news. نخش على اللي بعدها. ايه الطعابه والحلاوه دي اقسم بالله. غلطة معانا في فيديو النهارده، وهي لما تيجي تقول لحد انا عندي عمري كذا، بتيجي تقول له ايه؟ اغلب الناس عندنا بيقولوا ازاي؟ I have وليكن مثلا 20 years. هو في حاجة اسمها I have يعني العمر ده حاجة بتمتلك؟ مفيش حاجة اسمها I have 20 years. بنقولها يا باشا، بنجيب الفاعل وبعد verb to be I am 20 years old. I am 20 years old مش I have 20 years أو 20 years old. غلط. اوكي، المرة الجاية لما تيجي تقول لحد عمرك تقول له ايه؟ I am وتحط عمرك وبعد كده ايه؟ years old. كده يا صاحبي ده اللي هنقوله في الفيديو النهارده. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتشير الفيديو مع اصحابك علشان الفيديو ينتشر اكتر، وما تنساش تسيب لي كومنت حلو لو عجبك الفيديو.